أريد أن أكلمكم اليوم عن موضوع الشفاعة. أخوتنا البروتستانت ينكرون الشفاعة لسبب أساسي، هو أنهم يحبوا يكون في صلة مباشرة بين الإنسان والله، ولا يقبلون وسيطا على الإطلاق بين الله والإنسان. حتى الكهنوت ينكرونه كوسيط بين الله والإنسان، ويعتمدون على الأقل على آيتين في الكتاب المقدس. الآية الأولى في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 1: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. كمالتها اللي ممكن نرد بيها: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. فهنا الوسيط الموجود عبارة عن وسيط في الكفارة، فمن ناحية الكفارة لا يوجد سوى وسيط واحد هو السيد المسيح، لأنه لم يستطع أحد أن يقدم ثمنا للخطية وثمنا لوفاء العدل الإلهي إلا يسوع المسيح بموته عن البشر، فهو هنا الشفيع الوحيد. ونحن حينما نطلب شفاعة القديسين لا نطلب شفاعة كفارية في التكفير عن خطايانا، إنما هي شفاعة توسلية، أي أنهم يصلون عنه. المسيح في الكفارة قدم ثمن الخطية وقدم الخلاص، وإحنا لما بنطلب شفاعة قديس لا بنطلب منه يدفع ثمن الخطية ولا بيدفع الخلاص، مجرد يصلي من أجلنا لا أكثر ولا أقل. فأدي أول آية. ثاني آية في تيموثاوس الأولى إصحاح 2 آية 5: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هم بياخدوها لحد يسوع المسيح وخلصت. فبرضو واضح أن هذا الوسيط وسيط في الفداء، هو الوسيط الوحيد الذي بذل نفسه فدية، يعني فدانا بدمه، ولا يوجد لا شهيد ولا قديس ولا ملاك فدانا بدمه. فالوسيط الوحيد في الفداء حسب تيموثاوس الأولى 2:5، أو الوسيط الوحيد في الكفارة حسب يوحنا الأولى 2:1، دي كفارة ودي فداء. القديسين لا لهم علاقة بالكفارة ولا بالفداء. حكاية الكفارة دي نقدر ناخدها من أشعية 53 من آية 5 و6. قول: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. دي الشفاعة الكفارية، إن ربنا وضع كل آثامنا على المسيح، وهو مات عن هذه الآثام والخطايا. ونحن لا نقول إطلاقا عن أي قديس أن ربنا وضع عليه إثم جميعنا، دي ملهاش دخل. فالاعتراض عندهم خاص بالآيات التي تتعلق بالكفارة بالفداء، ونحن لا نقول هذا عن القديسين. إنما بالنسبة للقديسين نطلب صلواتهم عنا لا أكثر ولا أقل. تقول برضو لما بتطلب الصلاة بيبقى وسيط بينك وبين ربنا. طب ما رأيكم في إن إحنا بنطلب صلاة كل إنسان عايش عننا؟ لما أنا قابل واحد وأقول له صلي من أجلي، يقول لي لا أصلي من أجلك، لا يوجد وسيط بين الله والناس. تقبلوها دي؟ لا نحن نقبلها، ولا البروتستانت يقبلونها، ولا الكتاب المقدس يقبلها. في يعقوب 5 بيقول: صلوا بعضكم لأجل بعض. بولس الرسول في مواضع كثيرة جدا يقول صلوا لأجلنا، زي ما في تيموثاوس الثانية 3:1:
عبرانيين 13-18، أفسس 6-18 و19. ده الرسول نفسه بيطلب صلوات الناس لأجله. الوسيط في الكفارة في الفداء غير الصلاة بعضنا من أجل بعض. صلاتنا بعضنا من أجل بعض هي نوع من المحبة المتبادلة، محبة متبادلة، وهي ليس لها علاقة بوساطة الفداء. فإن كنا بنطلب صلاة الأحياء فكم بالأولى صلاة الذين رقدوا وهم ولا شك في حالة أفضل، وخصوصا الأبرار الذين أرواحهم إلى جوار الله في الفردوس. ده قيل عن لص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس. تكون معي يعني مع ربنا في الفردوس. فإحنا بنطلب صلوات ناس في الفردوس في حالة أفضل، وفي معرفة أفضل، وفي قربة إلى الله أكثر، وخصوصا بعد أن تركوا الجسد. فهل معقول مثلا أني أطلب صلاة إنسان وهو عايش على الأرض، فإذا ما انتقل إلى السماء لا أستطيع أن أطلب صلاته؟ هنا نوع من التناقض. واحد كان عايش معانا وكان راجل بر وكويس، وبقول له صلي من أجل يا فلان، وجه اتنيح رأت جسده على الأرض وهو عايش مع ربنا، ما أقدرش بعد كده أطلب صلواته؟ إذا كان واحد معروف عنه القداسة والروحانية ما أقدرش أطلب صلاته؟ هل مثلا الناس كانوا بيطلبوا صلاة بولس الرسول في حياته، فإذا انتقل بولس الرسول إلى السماء ما أقدرش أطلب صلواته؟ ناس كانوا عايشين مع الأنبا أنطونيوس على الأرض يقولوا له صلي لنا، أول ما تنيح ما نقدرش نطلب صلواته؟ هنا نوع من التناقض. دي نقطة. ثاني نقطة، مسألة الشفاعة مسألة طلبها الله وأمر بها أمرا، وليها أمثلة في الكتاب. فمثلا في سفر التكوين إصحاح 20 في قصة أبي مالك لما أخذ سارة امرأة إبراهيم وكان يظن أنها أخته، بيقول الكتاب إيه في تكوين 20؟ بيقول: فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها فإنها متزوجة ببعل. هو كان فاكر أنها إبراهيم قال دي أختي، فما كانش فاكر أنها امرأة رجل، فقال له أنت هتموت عشان خدتها. ولكن لم يكن أبي مالك قد اقترب إليها، فقال: يا سيد، أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لي إنها أختي؟ وهي أيضا بنفسها قالت هو أخي. بسلامة قلبي ورقاوة يدي فعلت هذا. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا. يعني ربنا قال إن إبراهيم يصلي من أجلك لكي تحيا. طب يا رب ما أنت تغفر وعارف إن أنا ما عنديش نية سيئة وخلاص خلص. قال له لا، لازم هو يصلي من أجلك لكي تحيا. في نفس الوضع نجد في قصة أيوب في آخر إصحاح فعل ربنا نفس المسألة بالنسبة لأصحاب أيوب، وكان يقدر ربنا يغفر لوحده. قال إيه في أيوب 42 من آية 7: وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. والآن فخذوا لأنفسكم 7 سيران و7 كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب وصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم، لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقاتكم. فربنا طلب إن أيوب يصلي من أجلهم لئلا يفعل معهم بحسب حماقاتهم. طب ما هو في إيدك يا رب والحكاية انتهت. يقول لا، لازم أيوب يصلي من أجلهم، تماما مثلما طلب إن إبراهيم يصلي من أجل أبي مالك. نفس الوضع قبله الله
في صلاة إبراهيم من أجل سادوم، وشفاعة إبراهيم في أهل سادوم، وقبول الله في اتفاقات مع إبراهيم لو وجد فيها 50 ما موتهاش من أجل 50. حتى كلمة من أجل 50 فيها برضو شفاعة صامتة، يعني بركة هؤلاء الناس 50 تخلي ربنا من أجل 50 ما يموتهمش. وإبراهيم قال له افرض ما فيش 50، افرض 40، افرض 30، افرض 20، افرض 10. قال له خلاص أنا موافق، حتى لو وجد 10 لا أهلك المدينة من أجل 10. دي في تكوين 18. فربنا بيقبل شفاعة الناس. بل في قصة إبراهيم وسدوم أعطى إبراهيم فرصة لكي يطلب من أجل الناس. بل في عبارة عجيبة جدا موجودة في سفر التكوين إصحاح 18 عن مكانة إبراهيم. يقول ربنا إيه؟ ربنا هيهلك سدوم. فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع قبائل الأرض لأني عرفت الله. بيقول أنا أقدر أخفي الأمر ده عن عبد إبراهيم؟ ده راجل هتتبارك به جميع الأرض، ما أقدرش أعمل الحكاية دي بدون ما إبراهيم يعرف. طب يا رب إبراهيم يعرف هيخش معاك في مناقشة، نتناقش وإن طلع كلامه صح نقبله. وإبراهيم يتناقش مع ربنا. أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ أتهلك البر مع الأسيم؟ حاشا ليك يا رب إنك تعمل كده. طب نتفهم إبراهيم، أنا ما أشوف الحكاية تمر إزاي. طب افرض فيه 50، حاضر. إن وجد 50 أنا موافق. طب افرض 40، طب افرض كذا، حاضر. دي مكانة هؤلاء القديسين عند ربنا. مش يجي واحد من الأخوة البروتستانت يقول إيه الفرق بيني وبين ماري جرجس؟ الفرق بينك وبين ماري جرجس؟ يا أخي تواضع شوية. طب والملاك مخيل هتقول إيه الفرق بينه وبين الملاك مخيل؟ وإيه الفرق بينه وبين العذراء؟ لا، هنا بقى الحكاية زادت شوية. يعني رفض شفاعة القديسين فيها أيضا عدم احترام للقديسين، عدم توقير ليهم. دول ليهم مكانة عند ربنا. ما نقدرش أبدا نقول إن المؤمن العادي زيه زي أي قديس، ما نقدرش نقول الكلام ده. ده ربنا نفسه كان في مواضع كثيرة يقول من أجل داود عبدي، يعني ده ليه مكانة معينة. لما جه يتكلم مع سليمان قال له نتيجة خطايا سليمان أنا هشق المملكة، لكن ليس في أيامك من أجل داود عبدي، وهينشقوا عنك لكن أبقي لك سبط من أجل داود عبدي. والمزمور يقول من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن نصيحة. طب ما دي آية في المزمور وفيها شفاعة من أجل داود عبدك. يعني القديسين دول ليهم مكانة معينة. مش بس إبراهيم، ده قال إن وجد 10 أبرار في المدينة لا أهلك المدينة من أجل 10. إذن 10 دول ليهم مكانة عند ربنا من أجل 10، من أجلهم أنا لا أهلك المدينة. لاحظوا في الكلمة دي في عبارة تانية كويسة. ما قالش ربنا إن وجد 10 أبرار أنا أنقذ 10 وأهلك الباقي، لا، أنا أنقذ المدينة كلها من أجل 10. كما أخذنا شفاعة إبراهيم في أهل سادوم، نأخذ شفاعة موسى من أجل الشعب الذي عبد العجل الذهبي. يعني خطية كبيرة مش هينة. خروج 32:7-14. فقال الرب لموسى اذهب وانزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. لاحظوا هنا ربنا كأنه بيتبرأ من الشعب كله. ما قالش قد فسد شعبي، قال له فسد شعبك اللي انت أخرجته من أرض مصر. ما قالش اللي أنا أخرجته حد، يعني كأنه بيتبرأ منه. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب إذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم وأصيرك شعبا عظيما. اتركني، وأنا ماسكك يا رب. أيوة مسكني، أيوة إيه مسكني. موسى ماسك ربنا كده، يقول له اوعى تقرب على دول، أنا بقول لك أهو. يقول له اتركني عشان يحمى غضبي عليه. قال له لا مش هتركك. لا ايه مش هتركك.
فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك؟ ما قالوش شعبي على شعبك أنت. لماذا يا رب؟ واحد بيقدر يناقش ربنا يقول له: لماذا يا رب؟ تعمل كده ليه؟ لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث يقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ قال له: أنت هتفضحنا وسط المصريين ولا إيه؟ يقولوا عليك أخرجتهم بمكر بخبث من أرض مصر عشان تموتهم في البرية، يبقى أنت مش بتنقذهم، بتخرجهم عشان تموتهم. لا، اوعى. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر. ده مين يكلم ربنا بالاسلوب ده؟ مين يكلم ربنا بالاسلوب ده غير انسان ليه دال عن ربنا؟ في قصة ابراهيم بيقول: هل اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ ربنا مش قادر ينفذ مشيئته من غير ما ابراهيم يعرف. يقول: ما اقدرش ازعل ابراهيم وافاجئه بالحكايه دي، ده انا لازم اقول له قبليها ونتفاهم ونتفق. وفعلا كلمه وتفاهم واتفق. كذلك هنا بيقول: ما اقدرش افني الشعب من غير ما اقول لموسى. ليه؟ موسى ماسكني. ماسكك ازاي يا رب؟ ماسكني بالحب اللي بيني وبينه، ماسكني بالوعود اللي انا قلتها له، ماسكني بالفكره اللي واخدت عني ان انا اله رحيم وشافوه. ما انا ما اقدرش ازعل موسى ده ابدا، لازم اقول له قبليه. زي ما قلت لابراهيم قبل سدوم، انا اقول لموسى قبل ما اضرب الشعب ده ضربه شديده. وموسى يقول له: ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك. برضه اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل نوع من الشفاعه برضه، الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء. يذكر ربنا وبيتناقش معاه. فندم الرب عن الشر الذي قال إنه يفعله بشعب. صرف موسى وأخذ الوعد من ربنا. تقول لي بقى أنا زي موسى ومفيش فرق والروس تساوت؟ لا يا حبيبي، أنت شيء وموسى شيء. صحيح كلاكما تراب ورماد، لكن عند ربنا نجم يفوق نجم في الرفعة. ليس الجميع سواسية. انت ربنا هيكلمك ويقول لك اتركني علشان اضرب الناس دول ضربة؟ طب لو قال لك كده دي تبقى حاجة تانية. حتى لو قال لك كده تبقى انت تتشفع في الناس ويبقى الشفاعة موجود. بعد كده يعني انا قلت لكم على ابراهيم وعلى موسى وعلى ايه، وعلى داوود وعلى ايوب. مزمور 132: من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. فهنا في أشخاص لهم مكان عند ربنا، وربنا هو اللي بيديهم فرصة أو بيدي أمر. إما يقول لأبي مالك روح خلي إبراهيم يصلي من أجلك، أو يقول لأليفاز التيماني وأصحابه روح خلي أيوب يصلي من أجلكم، أو يدي فرصة لإبراهيم إنه يتدخل، أو يدي فرصة لموسى إنه يتدخل. مش دليل بس على المحبة المتبادلة بين الناس وبعضهم انهم يصلوا من اجل بعض، برضو دليل على محبة ربنا لهؤلاء الذين يتشفعون. نيجي نخش في نقطة تانية: هل الملائكة والقديسون يعرفون حالتنا عشان يتشفعوا من اجلنا؟ طبيعي ان الذين انتقلوا عن الارض وصعدوا الى السماء معرفتهم اكتر ومعرفتهم بتزداد لما يخلعوا هذا الجسد اللي كان زي ضباب محيط بيهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 آية 12 بيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. يبقى الواحد لما بيخرج من الجسد معرفته بتزاد، كما ان في اشياء بتعلن له، اسرار بتعلن له بيعرفها. ومن جهة الملائكة والقديسين ربنا بيقول: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكثر من 99 لا يحتاجون توب. اذا السماء بتعرف ان فلان ده تاب وبتعمل له حفلة فوق
يبقى ازاي نقول انهم ما بيعرفوش؟ السماء بتعرف. كما ان ايضا الملائكة والقديسين دول بيرفعوا صلواتنا الى السماء. خدوا مثلا في رؤية 8 ورؤية 5. شوفوا في رؤية 8 بيقول ايه؟ آية 3: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك. رؤية 8 3 و4. الملاك ده بياخد صلوات القديسين وبيرفعها لفوق، والصلوات اللي بياخدها بترتفع مع رائحة البخور اللي بيقدمه لربنا أمام عرش الله. تيجي تقول لي الملائكة يعرفوا ولا ما بيعرفوش؟ لما الملائكة هم اللي بيصعدوا صلواتنا إلى فوق. الملائكة هم اللي إيه؟ اللي بيصعدوا صلواتنا إلى فوق. عشان كده لما بيكون الكاهن بيمر بالبخور، في بخور البولس أو الكاثوليكون أو غيره، الناس بيرفعوا صلواتهم تصعد مع رائحة البخور اللي بيقدمها الكاهن. وربما تلاحظوا في أيام أسبوع الآلام وغيره ناس ياخدوا بخور ويحطوا عليه صلواتهم، يدوه للكاهن يحطه في المبخرة معاه، لأن ده بيقدم الصلوات إلى الله مع رائحة البخور، لكي يقدمه مع البخور بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعا على مذبح الذهب الذي أمام العرش. طب دي في رؤية 8 3 و4. في رؤية 5 وهو بيتكلم على 24 كاهنا بيقول رؤية 5 آية 8: ولما أخذ السفر خر 4 حيوانات وال24 كاهنا أمام الخروف أو أمام الحمل، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. معهم مجامر مملوءة بخورا هي ايه؟ صلوات قديسين. يبقى هم بياخدوا الصلوات دي وبيطلعوها الى فوق. دي من جهة الناس دول. وبعدين لما السيد المسيح في انجيل متى بيتكلم عن الاطفال في متى 18 آية 10 بيقول: انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أب الذي في السماوات. الملائكة بتوعهم اللي بيرفعوا صلواتهم، اللي بيحفظوهم، اللي بيحرسوهم. مين قال إنهم ما يعرفوش حالتهم؟ هم ليه سماهم ملائكتهم؟ ما يعرفوش حالتهم إزاي؟ إزاي ما يعرفوش حالتهم؟ وملائكة الله الحال حول خائفيه وتنجيهم، دول مش عارفين حالتهم لما حل حول خائفين. والملائكة اللي ورد عنهم في عبرانيين 1:14 انهم ارواح خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص، دول ما يعرفوش حالتهم؟ يعرفوها 1000%. مين قال ما يعرفوش؟ في قصة الغني والعازر في لوقا 16 نلاحظ ان ابراهيم عارف الحالة، عارف حالة الغني وعارف حالة العازر، وعارف ان ده استوفى بلاياه، وعارف ان ده استوفى خيراته، وعارف ان معاهم موسى والانبياء، فاهم الدنيا كلها. ازاي ابراهيم مش عارف؟ في عندنا قصة عجيبة جدا موجودة في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 21 عن ايليا النبي. كان ايليا النبي صعد الى السماء من زمان قبل كده، من آية 12 لآية 14 بيقول: وأتت إليه كتابة من إيليا النبي تقول: هكذا قال الرب إله داود أبيك، من أجل أنك لم تسلك في طريق يهوشافاط أبيك وطرق آسى ملك يهوذا، بل سلكت في طريق ملوك إسرائيل، وجعلت يهوذا وسكان أورشليم يزنون كزنا بيت أخاب، وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. هو ذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونسائك وكل ما لك ضربة عظيمة إلى آخر هذا الكلام. منين عرف إيليا النبي إن هذا الملك
يهورام انه عمل الحاجات دي كلها؟ منين عرف؟ ولكنه ارسل اليه رساله يقول له من اجل انك عملت كذا وكذا 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 ربنا هيعمل فيك ويسوي فيك. والعجيب ان الناس كانوا يعرفون هذا. فمثلا بالنسبه لصموئيل النبي، صموئيل النبي في سفر صموئيل الأول إصحاح 9 آية 6 تلاقوا كلمة عجيبة جدا. لما شاول ذهب يدور عن الأتن الضائعة قابله واحد من رجال الله فقال هو ذا رجل الله في هذه المدينة والرجل مكرم كل ما يقوله يصير، لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. فقال له اذهب إلى إيه؟ إلى الرائي اللي هو صموئيل، ممكن يدل الناس عليها. ده مرة قال له الملك الملوك ده ممكن النبي ده يقول لك باللي بيحصل في بيتك في أوضتك الخاصة، إذا كان هو عايش على الأرض يعرف الحاجات دي. أمال لما نقرأ في قصة إليشع وجحزي في سفر الملوك الثاني إصحاح 5 نجد إن جحزي بعد ما شوف نعمان السرياني راح جري وراه وطلب منه الطلبات، وبعدين إليشع مسك جحزي وقال له تعالى إيه اللي أنت عملته ده؟ إيه اللي أنت عملته؟ شوفوا آية 25 و27. أما هو فدخل ووقف أمام سيده فقال له إليشع من أين يا جحزي؟ فقال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك، لا رحت شركت ولا غربت. فقال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالسلك. منين إليشع عارف إن جحزي مشي ورا نعمان وأخذ منه كذا وكذا وكذا وقالها له بالتفصيل؟ منين عارف؟ إذا كان أولاد الله وهم على الأرض لهم عيون مفتحة تستطيع أن ترى ما لا يرى، فكم بالأولى بعد أن يصعدوا للسماء عينهم هتغمض؟ يبقى الموهبة اللي كانت لهم على الأرض ما تبقاش موجودة في السماء. مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام ده؟ ده أنا أتذكر عبارة قيلت عن أحد الأنبياء الذين هلكوا، يعني كان نبي وهلك، اللي هو بالعام. كان بيقول وحي بالعام الرجل المفتوح العينين الذي يرى رؤى الرب. فإن كان بالعام قبل أن يهلك رجل مفتوح العينين وبيرى رؤى القدير يبقى رجال الله مش هيروا، وإن كان بيروا على الأرض يبقى لا يروا في السماء. مين قال الأنبياء لا يعرفون؟ مين قال الملائكة لا يعرفون؟ شوفوا ملك آرام لما كان بيحارب إسرائيل في ملوك الثانية إصحاح 6 بيقول اضطرب قلب ملك آرام من هذا الأمر ودعا عبيده وقال لهم أما تخبرونني من هو لملك إسرائيل ومين اللي منه؟ إزاي عرفوا الأخبار الحرب؟ فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيد الملك، ولكن إليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. قال له الكلام اللي انت في مضجعك مخدعك ومقفل على روحك قفيل ده إليشع يقدر يعرف بالتفصيل ويروح يخبر الملك بهذا الكلام. طب إليشع ده اللي ليه العينين المفتوحة واللي يرى ما يعمله الملك في مخدع مضجعه، انه نايم ولا صاحي ولا بيقرأ ولا واقف ولا بيكلم حد كلمة سر ولا ايه، ده مش هيعرف في السماء بعد ما يخلع الجسد وتبقى معرفته اكثر؟ مش ممكن. احنا لازم نكون نعرف قيمة القديسين والمواهب التي تعطى لهم وهل يعرفون او لا يعرفون. يعني خدوا مثال اخر، بطرس الرسول مع حنانيا وسفيرة، منين عرف؟ منين عرف انهم احتجزوا جزء وخبوه ومجابوش كل حاجة؟ بطرس له ايضا عينان مفتوحتان بتشوف وتعرف. وهكذا ايضا
باقي القديسين والرسل ليهم المواهب اللي بيها ربنا بيسمح بيكشف ليهم عمليات كشف إلهي وعمليات إعلان إلهي ومواهب إلهية. بولس الرسول وهو بيتكلم في الفصل اللي مشهور بتقري كتير عندكم في أعياد الآباء البطاركة والأسقفة، أعمال 20، يقول: ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى شيوخ الكنيسة. في أعمال 20:29: لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب قاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. طب منين عرف بولس؟ مكشوف أمامه ما يحدث في المستقبل بروح النبوة. فإذا كان شخص بروح النبوة ربنا يكشف له أو يعلن له ما يحدث في المستقبل، فعلى الأقل وهو في السماء يعلن له ما هو كائن، وبخاصة وسط أحبائه ووسط شعبه إلى آخر هذا الكلام، لأنه في حالة روحية أقوى. لازم نعرف مقام القديسين، يعني الأمور ما تمرش كده. إذا كان القديسين اللي قيل عنهم في أعمال 19:12 كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآذر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. بالمناديل اللي على القروح وعلى التعب بتخرج الأرواح الشريرة وتشفى المرض. ثم بصلواته يبقى إيه؟ إذا كان بالمناديل اللي مليانة قروح بتخرج الأرواح الشريرة وتشفى الأمراض. إذا كانت عظام إليشع تقيم الموت في 2 ملوك 13:21، إذا كانت عظام إليشع بإيه؟ بتقيم الميت. أما الروح إليشع تعمل إيه؟ وروحه أقوى من عظامه طبعا. يعوز أخواتنا البروتستانت أن يعرفوا قيمة القديسين ومكانتهم عند الله ومواهبهم ومعرفتهم وحبهم للناس واهتمامهم بيهم وصلاتهم عنهم. لازم يعرفوا الحاجات دي كلها، وخصوصا ان السيد المسيح في متى 22 آية 31 و32 بيتكلم عن الذين رقدوا انهم ما زالوا احياء، وقال ان الله ليس اله اموات بل اله احياء. وقال لما ربنا بيقول انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، ده مش اله اموات، ده اله ايه؟ اذا ابراهيم واسحاق ويعقوب احياء، بيشوفوا وبينظروا وبيعرفوا. نشوف مثلا على جبل التجلي موجود موسى وإيليا. إذا كان موسى بعد ما مات وإيليا بعد ما صعد للسماء كانوا واقفين مع المسيح على جبل التجلي بيتحدث معاهم ويتكلم معاهم وياخد ويدي ويقول لهم الأخبار وحاجات على جبل التجلي، يبقى دول ما يعرفوش، اما المسيح واقف معاهم يكلمهم. وإذا كانوا يستطيعوا أن يقفوا مع المسيح ويعرفوا منه الأخبار، يبقى مش يستطيعوا يعرفوا أخبار البشر، ودول أموات. أموات منين دول؟ نخش مثلا في أمثلة أخرى من شفاعات الملائكة. في سفر زكريا النبي، زكريا 1:12 نجد ملاك واقف قصاد ربنا يتشفع. شوفوا يقول ايه: فأجاب ملاك الرب وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ بيتشفع في الذين ذهبوا إلى السبت، بيقول له: إلى متى أنت يا رب لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فأجاب الرب الملاك بكلام تعزية لطيف أو كلام ده. يقول: فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية. حاجة لطيفة خالص. الملاك يقول له: إلى متى يا رب تفضل غضبان على البلد دي، على الناس دول اللي سبوا 70 سنة؟ ما تاخد بالك منهم بقى كفاية.
فكلمه الله بكلام تعزيه، يعني خلاص أنا هجيب. وفعلا بعد 70 سنة جاب، يعني بعد كلام الملاك ده خلصت الحكاية. وبعدين تيجي في سفر زكريا إصحاح 3 كلام عجيب أو لطيف عن شفاعة الملائكة. شوف بيقول إيه زكريا إصحاح 3 من أول الإصحاح. بيقول وأراني، زكريا بيقول وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. الكاهن العظيم ده الشيطان أتعبه وقاومه وبقى في حالة تعبانة، يعني حالة ساقطة. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان، الرب مش عن ربنا، يعني واحد ملاك من طائفة الأرباب، من طائفة الإيه؟ الأرباب. فقال الرب للشيطان اللي هو الملاك من طغمة الأرباب، قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ قال له شعلة منتشلة من النار يعني إيه؟ يعني افرض حتة خشبة وقعت في النار واشتعلت، لو سبتها النار هتخلص عليها وتتحول إلى رماد، أو تخلص عليها شوية تتفحم ويبقى برضه ما بقيش فيها حاجة، وممكن تخلص عليها على الآخر وتتحول إلى إيه؟ إلى رماد. فهو الشعلة يروح نشيلها من النار قبل ما النار تخلص عليه، يعني فعلا وقع والنار بتحرقه فابتدى شعلة. أليس هذا شعلة منتشر من النار؟ لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. دي تورينا حنو الملائكة وتقدم الملائكة لإنقاذ البشر ودفاعهم عن الناس ضد الشياطين. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه هذه الثياب القذرة، وقال له انظر قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة وصنعوا له عمامة طاهرة ووضعوا على رأسه إلى آخره. ده إيه ده الكلام ده؟ الملاك اللي داخل مع الشيطان، ومن تواضع الملاك لم ينتهر الشيطان، إنما قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، ودافع عن الراجل وخلع الثياب القذرة اللي هو لابسها ولبسه ثيابا مزخرفة ووضع عمامة طاهرة على رأسه. إيه دي الملائكة بتعمل إيه ده؟ أنا مش عايز أتكلم بس على الملاك اللي أخرج بطرس من السجن ولا بولس ولا اللي جاب أكل لفلان أو علان، لا، ده أنا بتكلم على الملاك حتى اللي بيساعد على تطهير الناس من الخطية. دي شفاعة معينة. ده هنا تدخل الملاك حتى دون أن يصرخ يهوشع ويطلب معونته، من نفسه راح داخل. وأفتكر مسألة أخرى، مسألة أشعيا النبي. أشعيا النبي في سفر أشعيا إصحاح 6 رأى الله على مركبة حواليه السارفيم، والسارفيم دول مشهورين بالتسبيح، ملائكة تسبيح، ولم نسمع عنهم إلا في أشعيا 6. يعني لم يرد سيرة السارفيم إلا في أشعيا 6. والملائكة بتوع السارفين بتوع التسبيح واقفين يقولوا قدوس 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 رب الصباؤوت السماء والأرض، اللي هي التسبيح 3 قديسات. فأول ما أشعيا شاف المنظر قال ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، أروح فين قصاد المنظر ده؟ أول ما السارفين، الناس بتوع السارفين دول جماعة الملائكة سمعوا أشعيا بيقول ويل لي قد هلكت، بيقول فطار واحد من السارفين. انت حد طيرك؟ ربنا قال لك روح له، مش قادر يحتمل ان بشري بيقول ويل لي قد هلكت. جري على طول وبملقط اخذ جمره من على المذبح ومسح شفتي اشعيا، لانه بيقول ويل لي قد هلكت اني انسان نجس الشفتين. قال له تهلك يا اشعيا واحنا واقفين؟ ده مستحيل نسمع ان في انسان بيهلك واحنا واقفين. حتى لو كنا واقفين قصاد ربنا نسبحه، نروح سايبين العرش ورايحين للمذبح واخدين الجمره ومطهرين ونطمئن على أشعيا. قال له أديك طهرت وكفر عن اسم، خلاص يا أشعيا الحمد لله
ورجع للتسبيح مرة أخرى. ده الكلام بتاع الملائكة. تقول لي ما فيش شفاعة، امال دول بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا ايه؟ اللي قاعدين يتشفعوا في الناس ويروحوا يشوفوا ايه اللي بيعملوه. وكتير من الملائكة دول بيصحبوا البشر في حياتهم ويمشوا معاهم. أبونا يعقوب أب الآباء في تكوين 48 بيتكلم عن الملاك اللي هو كان بيصاحبه. 48:16 بيقول الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين اللي هو إفرام ومنسى. الملاك الذي خلصني ايه من كل شر؟ يعني ابونا يعقوب ماشي في حياته وفي ملاك ماشي معه، كل ما يلاقي شر يخلصه منه. طب دي شغلة الملائكة. هو الملائكة دول ما لهمش رسالة من جهة البشر؟ ليهم رسالة من جهة البشر. حتى الملائكة المتخصصين للتسبيح أول ما لقوا واحد بشر بيقول ويل لي قد هلكت، جري وراه. تهلك ازاي؟ وبرضو بولس الرسول بيقول في عبرانيين 1 أليسوا جميعا أرواح خادمة مرسلة للخدمة لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص؟ ماشي الحكاية. ده ربنا من دالة القديسين عنده تسمى بأسمائهم. أنا إله إسحاق، إله يعقوب، إله إبراهيم. طب ما أنت إله الدنيا كلها، معلش أنا إله الناس دول. يتسمى بهم وأولاده يذكرونه بهم، يقول له اذكر وعودك لإبراهيم وإسحاق ويعقوب زي ما موسى قال له في خروج 32. ومن أجل عهده معهم ومن أجل كلامه معهم. ده في مرة من المرات نتلاقوا في سفر العدد إصحاح 12. في سفر العدد إصحاح 12 أولها يقول وعاد موسى وأخذ امرأة كوشية. طب يا موسى ما أنت متجوز، والمرأة الكوشية في ذلك الحين كانت من الأمم، وربنا قال لهم ما تتجوزوش من الأمم. ربنا طبعا أراد بدي رمز لقبول الأمم، يعني سمح ربنا إن موسى يأخذ امرأة كوشية كرمز لقبول إيه؟ الأمم. فتقول عليه هارون ومريم إخواته واتكلموا عليه كلام. ربنا مسكهم يعني اداهم بالجامد. انتوا بتتكلموا على موسى؟ انتوا مش عارفين انتوا مين وموسى مين؟ عارفين مين وموسى مين؟ ده مريم نبية وهارون رئيس الكهنة، رئيس الكهنة الأعظم. دول مش صغيرين، لكن مع موسى أمام موسى ما يطلعوش حاجة. أمام موسى إيه؟ ما يطلعوش حاجة. موسى راجل طيب، لا زعل منهم ولا اشتكاهم لربنا، وسمع الكلام وسكت. مش أكمن مريم نبية تتكلم على موسى؟ لا. مش أكمن هارون رئيس الكهنة يتكلم عن موسى؟ لا. فقال الرب حالا لموسى وهارون، عدد 12 من آية 4 واخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما. تعال أنت وهو. فقال اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له. مش معناها أن أنا بديكم رؤية أو رؤى إنكم تتكبروا على عبد موسى. احفظوا مركزكم. إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه. وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين على كل بيتي، فمن إلى فم، وعيانا أتكلم معه لا بألغاز، وشبه الرب يعاين. فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبد موسى؟ إزاي ما خفتوش إنكم تتكلموا عليه؟
فحمي غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحاب عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج. إيه ده يا رب؟ دي نبية، بس نبية مش نبية، رؤية مش رؤية، دي واقفة قصاد موسى رجل الله. حمي غضب الله عليها ولما ارتفع إذا هي برصاء كالثلج. ولما موسى تشفع فيها ما رضيش يقبل، قال له لا، دي تتعاقب يعني تتعاقب. وأخرجوها خارج المحلة 7 أيام عليها غضب الله لأنها كلمت على موسى. تقول لي كلنا زي بعض؟ لا يا حبيبي، الناس مقامات، ونجم يفوق نجم في الرفعة، وانت مش في درجة موسى ولا حتى في درجة مريم اللي ضربت بالبرص. ربنا له ناسه ويدافع عن هؤلاء الناس حتى لو هم غفروا، برضو العقوبة هي عقوبة. يعني ده موسى مش بس غفر لها، ده موسى تشفع فيه، قال له لا، الغلط يعني غلط والعقوبة هي العقوبة. كل ده عشان ايه؟ عشان اتكلمت على موسى. في ناس لهم مقام عند ربنا، ما يجيش اي واحد ويقول ان كلنا زي بعض او ما فيش وسطاء. طب ما هو في ناس هم بيتوسطوا وناس بيتكلموا وربنا بيخش خط. نحن كلنا اعضاء جسد واحد، اذا تألم عضو تتألم باقي الاعضاء. فممكن ان بشركة الحب التي بين اعضاء الجسد الواحد يتشفع الاعضاء في بعضهم البعض. هات واحد ميكروب دخل في رجله ولا في ايده ومددت ولا سخنت، على طول المخ بيشتغل والقلب بيشتغل وكله من اجل هذه الرجل او من اجل هذه اليد. ليس معنى هذا اننا نحن لا نصلي، نحن نصلي من اجل انفسنا، ولكن نضيف صلواتهم الى صلواتنا، وصلواتهم اعمق واقوى من صلواتنا. الذين ينكرون الشفاعة إنما يخسرون هذه الصلة بينهم وبين القديسين، هم اللي خسرانين. هم اللي إيه؟ اللي خسرانين. هو يعني القديسين اللي ما طلبوش شفاعتهم هينقصوا حاجة؟ ده هم اللي نقصوا شفاعة القديسين. أنا فاكر زمان أول مرة في حياتي أسكن في مغارة في الجبل، وأنا عارف يجرى لي إيه بالليل، ولا تطلع لي شياطين ولا يجرى حاجة. وأتذكر أن في هذه الليلة خدت معي الإبصالمودية وقعدت أقرأ المجمع، وأقرأ المجمع وكله، وأقول عشان يعرفوا أن أصحابي كتار، معارف كتار. ويقول لك نيم بخور سيرفنتيني مارتيروس، هذه كل صفوف الشهداء، وبخور سيرفنتيني ستافروفوروس وكل لباس الصليب، وحط بقى واللي 144,000. كنت أقول الحاجات دي وانبسط. يقول عشان الشياطين يعرفوا ان ايه، ان اصحابي كتار وكلهم واخدين بالهم، وما جراش حاجه. لكن صدقوني كنت في تلك الليله اشعر بقوه عجيبه محيطه بي. من اجل مين؟ من اجل اصحابي الكتار اللي بذكرهم في المجمع، في مجمع الإبصالمودية. ولذلك أتذكر إني في الأسبوع الأول من سكنايا في المغارة حفظت المجمع بتاع الإبصالمودية. نسيته بعدين طبعا، لكن ساعتها كنت حافظه. تيجوا مثلا في زوكسولوجية باكر تخش على طول وتلاقي الكل، تلاقي العذراء وتلاقي ميخائيل وغبريال وكل الملائكة وتلاقي استفانوس وتلاقي يوحنا المعمدان، وبعدين يقول لك كمان حاجة خاصة بالرسل وحاجة خاصة بالآباء القديسين وحاجة خاصة بالعدل. ناس الكنيسة بتعيش محوطة بالقديسين، شعر انها مش واقفة لوحديها، لنا سحابة من الشهود واقفة معانا. الشخص اللي يقول ما فيش وسيط بيني وبين ربنا، طب خليك فرداني وشوف يجرى لك ايه. اما احنا فمش واقفين فردانيين، اصحابنا كتار وابائنا كتار واللي بيتشفعوا فينا كتار، واللي نستهون بالشفاعة دي يبقى ما جربش الحلاوة بتاعتها والفعالية بتاعتها. نكتفي بكده. اتفضل.